من شويه كنت بتكلم على الكابتن فطوطه شهير بالكابتن خالد الغندور، وهو مستضيف الكابتن بسيوني المالط اللي هو الكابتن اسامه حسن. قبل ما كابتن فطوطه يستضيف الكابتن اسامه حسن كان برضو ليه حاجه من الحاجات اللي ما ينفعش انها تعدي كده او ما نتكلمش عليها، فخليني اوريكم كابتن فطوطه كان بيقول ايه وبعدين نرجع تاني. تعالى كمان ازيدكم من بيت شعر. النادي الاهلي لعب النهارده ثلاث صح؟ ومفروض هيلعب النادي الاهلي يوم 26 و29. فالاتحاد اتفاق عالمي عالمي. اتحاد الكوره ولجنه الاستئناف اتفاق عالمي بمعنى كلمه عالمي. يبقى انا كده اطلع بقى ايقاف، وهنا اقول لكم اهو هناك اتفاق بين النادي الاهلي كما قاله الصحفيين وبعض الصحفيين، وهناك اتفاق على تخفيض عقوبه كهرباء ل6 ماتشات. ويعتقد البعض ان اذا تم ايقاف كهرباء 6 شهور فتعتبر عقوبه كهرباء المحليه من قبل لجنه الانضباط، وكانها عقوبه مرتبطه بالاتحاد الدولي والكاس والفلوس اللي لازم يدفعها للزمالك. وانا بقول لكم اهو قولا واحدا ان العقوبات الانضباطيه لابد ان كهرباء ينفذها، ملوش علاقه بالعقوبه الثانيه. طيب كابتن فطوطه، بسم الله الرحمن الرحيم، اسمها ازيدك من الشعر بيت، لان الشعر بيبقى عباره عن ابيات شعر، فانت هتزيدنا من الشعر بيت، لكن هزيدك من البيت شعر ده بيدل على الاي كيو بتاع حضرتك، ودي حاجه كويسه لان انا مفتقد الكابتن طارق اي كيو السيد، فانك تستلم رايه الاي كيو دي حاجه كويسه ومبشره بالخير. بس انا عايز اتكلم مع حضرتك في نقطه يا كابتن، ان انت بتتهم صراحه اتحاد الكوره، لجنه الانضباط، لجنه الاستئناف، ان في اتفاق مع النادي الاهلي. ده حاجه علنا حضرتك بتقولها على التلفزيون. فيعني انا على قد شويه في القانون، ماليش قوي في القانون بحكم ان ده مش مجالي، يعني انا مش راجل مثلا محامي او مستشار او افهم في الحاجات دي، بس اعتقد ان ده اتهام في ذمة الناس، واعتقد ان لو الناس دي حبت ترفع عليك قضيه ولا حاجه فانت هتوحشنا، بس يعني ان شاء الله ان شاء الله ده ما يحصلش، لان انا اتمنى وجودك على قناه نادي الزمالك. النقطه الثانيه الجميله اللي حضرتك بتتكلم فيها ان العقوبه بتاعت لجنه الانضباط ما ينفعش تتطبق مع عقوبه لجنه الفيفا، وان دي بتبقى حاجه منفصله. فدي برضو انا مش راجل بتاع لوايح وكده زي الخبير بتاعكم الاستاذ ميزو ابو صباع في ودنه، اللي هو على طول بيقول اخبار غلط على انه جايبها من انفانتينو نفسه والحاجات دي، زي مثلا من سنتين كده لما قال ان هم قالوا له خلاص في الفيفا ان ما تقلقش ده لقب نادي القرن خلاص هيرجع لنادي الزمالك، والحاجات اللي انتوا بتمشوا فيها ورا ميزو دي. المهم يعني انا على قدي في الموضوع ده، بس انا مش فاهم حضرتك عايز ايه. يعني مثلا حضرتك عايز لو كهربا هيتوقف 6 شهور فهو يتوقف 6 شهور، وبعدين لما يرجع تطبق عليه العقوبه فيقف 6 ماتشات؟ يعني ما اعتقدش ان هو لو وقف 6 شهور مثلا وخد عقوبه 4 ماتشات ولا 6 ماتشات هي دي اللي هتفرق. المهم يا كابتن فطوطه ان في الاخر كهربا لعب السوبر وانتوا انسحبتوا، مش عشان العقوبات، مش عشان العدل، مش عشان كل اللي انتوا بتقولوه ده، انتوا انسحبتوا عشان خايفين. بدليل ان نفس اتحاد الكوره ده اللي انتوا رحتوا لعبتوا بطوله الكاس اللي هو برضه بينظمها الاتحاد، ورجعتوا تكملوا في الدوري اللي هو برضه بينظمه نفس ذات الاتحاد، بس ساعتها بقى كنتوا بتلعبوا مع بروكسي واسوان ومش عارف مين. فخلينا دغري كده يا كابتن فطوطه.